السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تريندي كروشيه وموديل جديد إن شاء الله تريندي هننفذه النهاردة مع بعض. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الجراني سكوير، وقلنا طبعا إنه تطبيقاته لا تعد ولا تحصى. والحقيقة هو يعني حاجة بصراحة حلوة جدا، لان احنا بنستفيد منها ببواقي الخيوط، لان انا عاملاه بلون اسود الاساسي وبواقي خيوط احمر واخضر كانت موجودة عندي. تقدري بقى في الجراني سكوير تعملي كل سطر بلون، وتقدري تعملي كمان الوردة كل مربع وردته لون، تقدري تعملي كل مربع اصلا لون. مفيش اي مشكلة. الحاجات دي طالعة ترندي جدا ومش هيأيدك، يعني هو انت هتستفيدي بانك هتجمعي كل بواقي الخيوط عندك وتطلعي منها حاجة جميلة جدا جدا. فاحنا هنستخدم مربعات الجراني او الجراني سكوير اللي عملناها الفيديو اللي فات، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا له في اي وقت. كمان هستخدم مزورة، ولو مش عندكم مفيش اي مشكلة عادي، ممكن نعمل المربعات كلها نفس عدد السطور، وهنعمل عدد مربعات بحيث ان احنا هنحط مربعات تحت بعضها في الاخر بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي، فنوصل لطول الموديل اللي احنا عايزينه او طول التوب اللي احنا عاوزينه، ونحط مربعات كمان بالعرض علشان نوصل لعرض القطعة اللي احنا محتاجينه، اللي هو من الكتف للكتف، انما الطول ده هيبقى من الكتف لحد طول القطعة اللي احنا محتاجينها. طيب انا هاخد الاول المقاسات بتاعتي ازاي. هاخد المقاسات بتاعتي علشان اعرف طبعا حجم المربع اللي انا محتاجاه، عايزاه كام في كام، عشان اشوف هعمل كام عدد اسطر للمربع بتاعي. طيب انا هاجي على الشخص او على اي تيشرت عنده، وهاجي على محيط الصدر وهاخد اكبر محيط. لو انا الموديل بتاعي هينزل تحت منطقة الهب، فانا اكبر محيط عندي فين؟ منطقة الهب اللي هي تحت كمر البنطلون. طيب لو انا الموديل بتاعي تحت فوق الكمر، يبقى اكبر محيط عندي هو منطقة الصدر. همسك المزورة بتاعتي وهلفها دوران على اكبر محيط. دوران دي يعني من هنا وهفضل الف لغاية هنا واشوف المحيط كام. دوران اكبر محيط بالنسبة لي كان دوران اكبر محيط هو 102. انا الموديل بتاعي عبارة عن 3 مربعات قدام و3 ورا، يبقى 6 مربعات. 102 على 6 يبقى انا محتاجة عرض المربع يبقى 17 سنتي، او طول المربع برضو ما هو مربع فهو عرضه زي طوله، عرضه وطوله 17 سنتي. فعملت عدد سطور لحد ما وصلت لان المربع بالنسبة لي هو 17 سنتي. خلاص. الموديل بتاعي يلبس لحد يعني لارج، يلبس لحد 65 كيلو تقريبا، طوله 65 سنتي، وعرضه زي ما قلت محيط اكبر، دوران اكبر محيط هو كان 102. حابة تعملي نفس المقاسات تنفذي نفس المقاسات اوكي، مش حابة هتاخدي دوران اكبر محيط عندك وهتقسميه على عدد المربعات اللي انت محتاجاه، هيديكي حجم المربع اللي انت هتعمليه. هقسم الدوران اللي انا هاخده ايا كان مقاسه كام، سي مثلا 120 سنتي، وانا هعمل الموديل بتاعي زي اللي انا عاملاه بالظبط قدامكم ده، يبقى ده 6 مربعات اهو هنفذه، يبقى 120 على 6 يبقى فيها ال20 سنتي. يبقى هفضل هعمل عدد سطور في المربع لحد ما اوصل للمربع نفسه يبقى 20 سنتي، يبقى عرضه وطوله 20 سنتي المربع الواحد. تمام. طيب لو انا عايزاه لا مش زي الموديل ده، انا عايزاه عدد مربعات اكبر، خلاص قيسي الدوران بتاعك دوران اكبر محيط وقيسيه واقسميه على 4 مربعات، على 5 مربعات، على 6 مربعات. كل ما هتزودي عدد المربعات كل ما هيطلع مقاس المربع نفسه صغير. يعني ممكن لو انت حابه المربعات الصغيره معاكي لحد ان شاء الله تعملي مربعات 5 سنتي حتى طول في عرض وتشبكيهم في بعض، دي حريتك الشخصيه. لكن الطول، بالنسبه للطول بقى احنا هناخده ازاي؟ هنحط المزوره عند الكتف من فوق، عند فتحه عند الكتف من فوق جنب الرقبه، وهنفضل ماشيين بالمزوره لحد الطول اللي احنا محتاجينه. عايزه تعمليه على القمر، عايزه تعمليه تحت منطقه الهيب، عايزه تعمليه لغايه الارض، والله دي حريتك. تمام كده. هتحطي عدد المربعات فوق بعضها لغايه لما توصلي للطول اللي انت محتاجاه. خلاص. اما بالنسبه لفتحه الدراع فاحنا هنحط المزوره عند الكتف ولغايه تحت الدراع، وهنشوف فتحه الكم اللي احنا محتاجينها قد ايه، وهنسيبها من غير خياطه طبعا.
دلوقتي احنا خلصنا عدد المربعات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الموديل بتاعنا النهاردة، اللي هو صورته في اول الفيديو. انا خلاص جمعت اهو المربعات وحطيتها على بعضها. ده الوش بتاع المربع مش ظهره، اهو ظهر المربع اللي بيبقى فيه اي خيوط او حاجة. حتى انا منضفاه، يعني انا منضفاه على طول اول باول، يعني مش ما فيهوش خيوط اصلا. تمام، احنا كده خلاص خلصنا، وهنحط الظهر كده زي ما قلت على بعضه. هنفضل نرتبه قدامنا على ترابيزة او على حاجة، وهنبدأ بقى نشبك الظهر كله ببعضه. انا شبكت مربعين بس عشان اوريكم شكل الخياطة يعني. انا حابة ان الخياطة تبقى البارزة من بره. لو عايزين، انا خيطت على الوش عشان انا عايزه الخياطه البارزه دي من بره، حابه الشكل اللي بره قوي يبقى فيه خطوط بارزه بين المربعات. لو حابينها مش بارزه فهنقلب وهنشتغل نفس الشغل اللي انا هقوله دلوقتي. هنشتغل على ظهر المربعات كده مش على وشها. يعني انا جبت المربع ده على وشه وده على وشه اهو، ده على وشه وده على وشه، وحطيت الاتنين كده قصادي وبدأت اخيط بالطريقه اللي هوريها لكم دلوقتي. فالخياطة بقت بارزة لبره. لو انتوا عايزينها الخياطة بارزة لجوه واللي بره لا مش باينة، فخلاص ممكن نخلي المربعات على ده على ظهره وده على ظهره، ونبدأ نخيط من النص. تمام. انا طبعا عارفة ان الخيط الاسود ما بيبانش، سواء الخياطة مش هتبان سواء الحلقات اللي انا هخيط فيها مش هتبان، عشان كده عملت مربع عملت مربع باللون الاحمر كده الحرف بتاعه، علشان اوريكم الخياطه بالظبط هتبقى فين وازاي. وكمان هخيط باللون الابيض اللي هو اصلا انا مش هخيط بيه، بس انا هخيط بيه دلوقتي قدامكم علشان نبقى شايفين وعارفين احنا هنعمل ايه، علشان ما نتلخبطش، عشان الشغل يبقى واضح قدامكم. تمام. احنا هنجيب الخيط كده اللي هنخيط بيه. طبعا احنا هنخيط بخيط اسود، ولكن زي ما قلت انا هخيط بس بالخيط ده علشان يبقى واضح. انا عايزة الخياطة البارز بتاعي يبقى لبره، يبقى على وش الكاردي او البلوفر او البليرو، ايا كان الموديل اللي هتعملوه ايه. فهعمل ايه؟ هجيب المربعين بتوعي اهو، المربع ده على وشه ده الظهر، هو لان احنا بننضف اول باول مش باين، انما بصوا على الغرز هتلاقوها مطفية كده. تمام. بصوا هنا لمعة الغرزة زي ما قلنا ان الخيط ليه عدلة زيه زي القماش بالظبط. خلاص. ده كمان هنجيبه كده، هنخلي ظهره هو اللي جوه وده ظهره هو اللي جوه، والوش قدامنا والوش الناحية التانية اهو باين. خلاص. وهنبدأ نجيب الخيط بتاعنا. بصوا هندخله فين؟ الفراغ اللي هنا اللي بين المجموعتين، والفراغ اللي قصاده اللي بين المجموعتين، هندخل الخيط فيهم وهنربط الخيط بتاعنا كده. طبعا احنا الخيط ده في الاخر هننضفه على ظهر البلوفر او البوليرو. خلاص. هدخل كده الابرة بتاعتي اهي في الفراغين اهو، دخلت الخيط زي ما قلت في الفراغين اللي قصاد بعض دول اهو، اللي هي الزاوية بتاعة المربع. تمام. وربطته عقدة عادية جدا، هي عقدة ربطت الخيط عقدة عادية. همد الإبرة كده في الفراغ وهبدأ أجيب الخيط بتاعي وهعمل أول سلسلة. خلاص. هفضل ماشية الخياطة كلها فين؟ الخياطة كلها في الطرفين اللي بره الخارجيين من حرف الفي زي ما قلنا. بصوا انا هجيب لكم اللون الاحمر عشان يبقى باين. كل غرزة عاملة زي حرف في كده فوقها. انا هشتغل فين؟ هشتغل على الحرف الخارجي منها. هسيب الحرف الداخلي جنب الحرف الداخلي من الناحية التانية، وهبدأ اشتغل على طرف حرف الفي الخارجي من هنا وطرف حرف الفي الخارجي من هنا. يا رب تكون باينة ووصلت. خلاص. اهو حرف الفي بتاع اهو، ده حرف الفي 1 2 دول الطرفين اهو. انا هاخد الطرف ده اللي هو الخارجي، الطرفين اللي جنب بعض من جوه انا هسيبهم جنب بعض جوه. خلاص. انا هشتغل على الطرف ده والطرف المقابل ليه اللي هي حرف الفي المقابل ليه بس الطرف الخارجي، وهجيب كده الابرة وهعمل غرزة منزلقة. تمام. اهو الطرف الخارجي مع الطرف الخارجي اللي قصاده،
وهلف لفة على الإبرة هطلعها واطلعها من الحلقة اللي على الإبرة. بكده أنا بعمل غرزة منزلقة. هفضل ماشية كده اهو. أنا بس عايزة أوريكم الخياطة اهو، الطرفين الخارجيين اهو، وهسيب الطرفين اللي جوه جنب بعض عادي، مش هشتغل فيهم خالص. زي ما قلت انا بخيط بخيط ابيض بس عشان الامور تبقى واضحة اهو. الطرف الخارجي مع الطرف الخارجي وغرزة منزلقة. انا عارفة اللون الاسود بيبقى صعب ما بيبانش في الكاميرا، هحاول ابين. الطرف الخارجي مع الطرف الخارجي هنعمل منزلق اهو. هفضل ماشية كده على طول لغاية اخر السطر. عايزة اوريكم شكل الخياطة اهو. طبعا لاني هخيط بخيط اسود فالشكل بيبقى مش باين، انما بيبقى شكله حلو قوي بصراحة بين المربعات. يعني انا بحب الشكل البارز بتاع الخياطة دي بين المربعات جدا، يبقى على الوش من بره. انا حباه الحقيقة. لو انتي مش حباه خلاص مفيش مشكلة، اشتغلي على الظهر هيبقى الشكل ده اهو. هيبقى مش باين خياطة خالص، يعني هيبقوا المربعين ماسكين في بعض انما مش باين خياطة خالص. هنبدأ نجمع بقى الظهر بتاعنا كله في بعضه، يعني ده هنشبكه في ده وهنشبكه في ده كمان، وده هنشبكهم التلاتة في بعض والتلاتة اللي فوق هنشبكهم في بعض، وبعد كده هنحطهم كلهم نشبك دول الخط ده في الخط ده زي ما هوريكم دلوقتي. يعني انا دلوقتي هشبك بس كل 3 مربعات قصاد بعض كده، هشبكهم في بعض من الجناب، وبعد كده هاجي علشان اوريكم هنشبك بقى كل القطع مع بعضها ازاي. كده انا ركبت كل 3 خيطت كل 3 مربعات اهم. عملت كده خط كده بالمربعات، واللي فوق برضو خيطتهم ببعض بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، واللي فوقهم واللي فوقهم. انا كده بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها المربعين هنخيط بيها القطعتين دول مع بعض، واللي فوقهم مع بعض، يعني كل قطعتين هنخيطهم مع بعض، وهيبقى برضو القطعة على وشها والقطعة التانية على وشها والظهرين في النص. وهنبدأ ندخل الخيط برضو من نفس الزاوية بتاعة المربع اهو، ونفس الزاوية اللي هنا، وهنبدأ نربط الخيط بتاعنا. هنربطه عقدة عادية جدا، احنا في الاخر طبعا الخيوط دي كلها ان شاء الله هتتنضف، مش هتبقى باينة اي حاجة يعني. خلاص هنبدأ ندخل الابرة بتاعتنا كده في الزاوية في المربع، زاوية المربع اقصد اهي. هنبدأ نطلع كده لفة على الإبرة ونعمل أول سلسلة، وهنبدأ نمشي برضو كل طرفين لحرف الفي قصاد بعض اللي هما اللي بره، هنروح جايين عاملين فيهم منزلقة. هناخد الطرف الخارجي لحرف الفي ده مع الطرف الخارجي لحرف الفي ده، وهنبدأ نعمل منزلقة بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها كل مربعين قصاد بعض. تمام. هو ممكن طبعا الخيط الاسود هيبقى صعب جدا في التصوير انه يبان، ولكن انا وريتكم طريقة الخياطة في مربعين بالوان مختلفة علشان خاطر تبقوا عارفين بنعمل ايه. خلاص انا مش هعمل حاجة جديدة، انا كل زي ما قلت اهو بنفس الطريقة، نفس الطريقة اللي خيطنا بيها المربعات قبل كده هنخيط بيها القطع مع بعضها. خلاص كل طرفين لحرف الفي خارجيين هنعمل فيهم منزلقة علشان يبقى نفس الخط البارز اللي بين المربعات هيبقى بين قطع الظهر.
خلاص هفضل ماشيه كده لغايه اخر السطر، وبنفس الطريقه هخيط القطعه دي مع دي والقطعه اللي فوق معاهم علشان اكون الظهر كامل عندي، وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص ركبت الظهر كله في بعضه اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا القطعة محتاجة تتكوي. دايما بحب في الصوف احط حاجة قطن، سكارف او اي حاجة قطن عندي، واشغل المكوى كده واكوي، خاصة لما بتبقى حاجة فيها خياطة عشان الخياطة ما تبقاش لما من حتت معينة. تمام. ده شكل الظهر النهائي. زي ما قلنا طريقة تركيبه سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. خلاص انا كده خلصت الظهر. هبدأ اجيب القطع اللي هعمل بيها الوش عندي، وهبدأ اركب نفس عدد القطع، هحط نفس عدد القطع وهركبهم بنفس الطريقة ما عدا المربع ده اللي هو عند الصدر. بمعنى انا هحط 3 مربعات كده اهو. هبدأ اشيل الظهر وهبدأ احط الوش قدامي 3 مربعات 3 مربعات لحد ما اوصل لاخر سطر فوق. هحط فيه بس مربعين 2 ومش هحط التالت، يعني هحط ده على الجنب وده كمان على جنب، وهسيب اللي في النص فاضي علشان ده هيبقى فتحة الرقبة بتاعتي. يا رب تبقى الدنيا واضحة. انا حبيت اسيب الظهر تحت الوش كده وانا بحط المربعات عشان تبقوا عارفين طريقة التركيب هتبقى عاملة ازاي. تمام. نفس طريقة تركيب الظهر بالظبط ما عدا المربع اللي في النص ده اللي هنسيبه فاضي. بنفس الطريقة هخيط المربعات بتاعة وش الموديل بتاعي كله في بعضها، وهرجع لكم تاني علشان نشوف هنركب الظهر مع الوش ازاي، وهنعمل كمان فتحة الكم وهنفنش الموديل النهاردة ازاي. ركبنا كده الوش على بعضه، وش القطعة بتاعتنا وظهر القطعة بتاعتنا برضو على بعضه. انا الحقيقه زي ما قلت لكم بحب دايما اكوي الصوف، وخاصه الموديلات او القطع اللي بيبقى فيها خياطه علشان ما تبقاش ملمومه. خلاص احنا دلوقتي بس طبعا هنحط قبل ما اكمل، احنا طبعا واحنا بنكوي لو هنكوي الخيط لازم نحط فوقه قطعة قطن، يعني نحط اي حاجة قطن فوقه، وبعد كده نمشي المكوى حاجة بسيطة جدا هنلاقيه الخياطة فردت معانا وهيبقى شكلها حلو جدا. فانا كده قلبت القطعة على ظهرها كمان. وش القطعة بتاعتنا برضو هيبقى على ظهرها اهو، الوش هيبقى لتحت، فالوشين اهم هيبقوا لجوه علشان لما هنخيط على الظهر القطعتين في بعض، وبعد كده لما نيجي نقلبه يبقى الوشين هما اللي قصادنا ويبقوا نضاف طبعا من غير اي خياطات. خلاص هحطهم كده فوق بعض وهبدأ اشبك الكتفين ببعض. يعني هبدأ اشبك الكتف ده زي ما انتوا شايفين كده انا مشبكاه اهو. هبدأ أشبك قطعة الوش بقطعة الظهر بغرزة حشو عادية جدا، كل طرفين قصاد بعض وكل غرزتين قصاد بعض هعمل فيهم غرزة حشو عادي جدا. هوريكم برضو دلوقتي ازاي. هنبدأ نظبط كده القطعتين بتوع الكتف على بعض كده، وهاجي هنا اهو في الكورنر بتاع المربع ده والكورنر المقابل ليه الناحية التانية في الظهر. هبدأ ادخل الابرة بتاعتي فيهم كده، وهجيب الخيط بتاعي هسحبه بالابرة وهعمل حلقة على الابرة، وهبدأ اعمل اول سلسلة. هاخد خيط البداية معايا عشان هشتغل عليه، وكل غرزتين بيقابلوا بعض هدخل تحتهم كده وهعمل غرزة حشو. كل غرزتين قصاد بعض هدخل تحتهم كده وهلف لفة على الابرة تانية، هيبقوا في حلقتين على الابرة، هلف لفة على الابرة وهطلعها من الحلقتين هعمل غرزة حشو. هفضل ماشية غرز حشو عادية جدا لغاية لما اخلص عند الرقبة وهرجع لكم تاني. كده خلاص شبكنا الطرفين ببعض، الظهر والوش هنا من عند الكتف من فوق كده خلاص هما متشبكين. احنا الخياطة كلها على الظهر يا جماعة مش على الوش. تمام. طيب انا كده ناقصني الجنبين من هنا، وهسيب طبعا فتحة للكم من فوق. كل حد هياخد المقاس الخاص بيه لفتحة الكم، هو عبارة عن المقاس من اول الرقبة او من اول الكتف لحد تحت الدراع.
لحد تحت الدراع بالظبط. تمام. انا هنا بالنسبه لي هسيب له 18 سنتي، لان انا عندي برضو المربع غرزته واسعه فبيمط شويه معايا، فهيدي معايا لحد 20 يعني. فانا بالنسبه لي 17 18 اللي هو طول المربع كافي جدا بالنسبه لي لفتحه الكم. يعني انا هقفل الجنبين لحد هنا وهسيب الفتحه دي لفتحه الكم. خلاص. قبل ما اقفل الجنبين ببعض عايزه اقول لكم على حاجه برضو. قدامي كذا طريقة لعمل الموديل ده. في ناس تحب تسيبه مفتوح كده وتعمل له رباطين من الجنبين. على فكرة ده موديل زي ما انتم شايفين كده على الشاشة. في الحالة ديت هنمشي عادي بالبرواز اللي هنمشي بيه دلوقتي، وهنعمل يعني رباط هنا ورباط هنا، وقدامه في نفس المربع رباط من الظهر، وهيبدأ يتربط من على الجناب وهيتساب مفتوح. تمام. انا هقفل الموديل بتاعي الحقيقة، فممكن تقفلوه دلوقتي ونمسك كده كل جنبين قصاد بعض. هنعمل في كل غرزتين قصاد بعض غرزة حشو لحد فتحة الدراع، وممكن نعمل زي برواز الاول كده برضو يديله وسع شوية ويظبط الغرز قصاد بعضها. فانا هعمل ايه؟ انا هجيب الخيط بتاعي وهبدأ اعمل برواز للموديل بتاعي كده قبل ما اقفله ببعضه. خلاص. البرواز ده حرية شخصية، تقدري تعمليه وتقدري تستغني عنه، مفيش اي مشكلة عادي يعني. انا بس اللي حابة اعمله يعني، حابة شكله كده. هدخل الخيط في الكورنر بتاع المربع اهو من تحت، وهبدأ امشي بالبرواز بتاعي من تحت لحد فوق. هعمل ايه؟ هطلع بسلسلة وهبدأ في كل غرزة هعمل غرزة حشو كده اهي. كل غرزة هعمل فيها غرزة حشو عادية جدا اهو بالشكل ده. انا همشي كله غرز حشو غرز حشو لحد اخر السطر، مش هسيب ولا غرزة. يعني كل حرف في هدخل تحته وفي الفراغ هعمل غرزة حشو، وفي كل عمود عندي هعمل فيه غرزة حشو في الثلاث عمدان اهم انا كنت ماشية 3 عمود وفراغ و3 عمود. تمام. هفضل ماشية في كل غرزة هعمل فيها غرزة حشو قبل ما اشبك الجنبين ببعض. هخلص غرز الحشو وهرجع لكم تاني. طبعا ما ننساش حاجتين. اول حاجة لما بنشتغل طبعا بيبقى وش التوب هو اللي قدامنا، لان دايما الغرزة زي ما قلنا ليها عدلة برضو زي القماش بالظبط. لازم اي حاجة نشتغلها بالخيط يبقى وش الحاجة هو اللي قدامنا. احنا بنشتغل كده ووش الحاجة هو اللي قدامنا. تمام. واحنا ماشيين طبعا على التوب بتاعنا كله بالبرواز اللي هو عبارة عن غرزة حشو. ما ننساش ان اي خيوط زي كده، اي خيوط بواقي زي كده بناخدها معانا تحت الغرزة كده، بنعمل فوقها غرز حشو عادية. تمام اهي، علشان ننظف واحنا ماشيين كل الخيوط اللي بتقابلنا. وصلت كده للكورنر. انا بس عايزة اوريكم في الكورنر هنعمل ايه علشان خاطر التوب بتاعنا ما يلمش من تحت او من اي مكان فيه. احنا بنمشي في الكورنر بنعمل فيه غرزتين مش غرزة. ليه؟ علشان ياخد الكيرف معانا وما يلمش كده بالظبط. الكيرف بتاع الغرزة ما يلمش معانا، فاحنا بنعمل فيه المنتصف او الكورنر هنا بنعمل فيه غرزتين حشو مش غرزة واحدة. انا كده هفضل ماشية خلاص لغاية لما اوصل للمكان او للكورنر اللي انا وصلت فيه الخيط او بدأت منه البرواز بتاعي. هوصل له وهرجع لكم تاني. وصلت كده للمكان اللي وصلت عنده الخيط. انا مشيت كده على طول بطول البوليرو بتاعي او سوري التوب بتاعي من كل الجوانب. فضلت ماشية عليه لحد ما وصلت لنفس المكان اللي كنت اهو الكورنر بتاع المربع اللي كنت طلعت فيه بالسلسلة وعملت فيه غرزة حشو. هعمل فيه ادي اخر غرزة اهي انا هعملها. هعمل في الكورنر ده كمان غرزة حشو عشان احنا بنعمل في الكورنر 2 غرزة حشو، وهبدأ ادخل في الغرزة اللي انا عملتها اللي هي السلسلة بتاعة الارتفاع اللي عملتها، وهعمل غرزة منزلقة عشان يبقى الكيرف بالشكل ده زيه زي كل الكيرفز اللي قابلتنا في التوب بتاعنا. خلاص. انا كده اهو البرواز بقى بطول التوب حواليه كله اهو، الظهر وفتحة الرقبة
وكمان الوش بتاع التوب بتاعي. خلاص كده انا هقفل الجنبين على بعض زي ما احنا عارفين ان احنا بنقفل دايما، والخياطة دايما بتبقى على الظهر. فهنقلب التوب بتاعنا كده، خلاص هنقلبه. انا ما قطعتش الخيط لاني انا هستخدمه في اني اخيط الجنبين بالمرة عشان ما اقطعهوش وارجع اوصله تاني. اهو زي ما اتفقنا بناخد مقاس فتحة الكم من اول الكتف لحد تحت الدراع. انا بالنسبة لي الفتحة المناسبة زي ما قلت لكم برضو هي عبارة عن 17 سنتي، اللي هي من 17 ل 18 اللي هي مقاس طول المربع. فانا بالنسبة لي هسيب مربع واحد، تقدري تسيبي المقاس اللي انت عاوزاه. يعني انا هعمل كل غرزة حشو هنا في الجنبين دول وش وظهر، قصادها غرزة حشو هعملهم هما الاتنين بغرزة حشو. هدخل في حرف الفي كله وهبدأ امشي غرز حشو غرز حشو لحد ما اوصل هنا، وهقطع الخيط وهسيب الفتحة دي للكم. خلاص يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. اهي الحلقة عندي في الكورنر، هدخل برضو انا عندي في السلسلة اللي في الكورنر من هنا، وهبدأ اشد الحلقة بتاعتي على قدام علشان اتحكم في ايدي في الشغل. اهي هبدأ اعمل اول سلسلة، وهو الغرز باينة جدا لاني انا اوريدي عاملة غرز حشو سطر. فكده خلاص الغرز كل غرزتين قصاد بعض هنعمل فيهم غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده اهو، لحد ما اوصل لفتحة الدراع او الكم، وهقطع الخيط بتاعي وخلاص. هبدأ اوصله في الجنب التاني في نفس المكان في الكورنر، وهعمل نفس اللي عملته في الجنب ده عشان يبقوا كده قفلنا جنبين التوب بتاعي. اهي دي الخياطة. لو حابين البروز بتاع الخياطة يبقى ناحية الوش بتاع التوب، خلاص خيطوا على الوش عادي. خلاص كده هكملها وهرجع لكم. خلصت خياطة الجنبين لحد فتحة الدراع، هي دي اللي انا سبتها. كنت عايزة اوريكم شكل الخياطة من على الظهر، وده شكلها من بره من على الوش. شكلها تحفة على فكرة، يمكن كمان التصوير مش مبينها يعني. خلاص هبدأ انضف الخيوط اللي عندي كلها، لو في بواقي خيط او حاجة ابدأ انضفها في الجنبين، وهمشي بيها كده بين الغرز كلها. ولو الخيط قصير زي كده انا بحب ادخل ابرة التنظيف كده في الغرز الاول، وبعد كده ادخل الخيط عشان ما يطلعش من الابرة. خلاص وهبدأ اعمل هنا كده زي عقدة في الخيط علشان خاطر ما يفكش مني. طبعا بشد كده علشان الخيط ما يشدش الحتة دي مني كده. خلاص بنفس الطريقة هننضف الخيوط كلها جوه الغرز وهرجع لكم. خلصت تنظيف الخيوط في الجنبين زي ما انتوا شايفين كده، مفيش في التوب بتاعي من تحت ولا في من الجنبين اي بواقي خيوط. انا دلوقتي ما عادش فاضل لي غير الكمر اللي هعمله تحت، تقدري برضو تستغني عنه لو انتي مش محتاجاه. وكمان عاوزة اعمل برواز للرقبة علشان كمان ننظف الخيوط اللي في الرقبة دي كلها، وكمان علشان انا فتحة الرقبة بالنسبة لي لو سبتها كده هتبقى واسعة. يعني فتحة الرقبة كده هيبقى الصدر واسع شوية من فوق. لو انتي برضو حابة انه يبين الشميز اللي تحته او الاندر شيرت اللي تحته عادي ممكن تسيبيه كده وتعملي برواز عادي بغرزة الحشو او اي غرزة تحبيها. لكن انا الحقيقة هقفله شوية وبعد كده هبدأ اعمل برواز الرقبة بتاعي. بس طبعا قبل اي حاجة انا هقلب التوب بتاعي، هخليه على وشه لاني خلاص كده انا هشتغل مش هنضف اي خيوط، انا هشتغل. فعاوزة الغرزة تبقى على وش التوب علشان تبقى معدولة. خلاص عشان لمعة الغرزة تبقى لبره لناحية الوش. هنبدأ نجيب الخيط بتاعنا وهنيجي هنا على الرقبة من فوق، الفتحة بتاعت الرقبة من فوق، وهنبدأ
نحط نوصل كده الخيط بتاعنا ونعمل الحلقة بتاعتنا، وناخد الخيط بتاع البداية تحت، وكمان كان في خيط كده ننضفه تحت. هنبدأ نعمل أول سلسلة ارتفاع، وهنفضل ماشيين في كل غرزة تقابلنا، مش هنسيب حرف في واحد، سلسلة واحدة مش هنسيبها، هنفضل ماشيين في كل غرزة غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده اهو. ولو قابلنا فراغ برضو هنعمل في الفراغ غرزة حشو زي ما عملنا بالظبط في الجنبين. كل اللي هو البرواز كل غرزة هنعمل فيها غرزة حشو لحد ما هنوصل هنا لكورنر الرقبة. هوريكم هنعمل ايه علشان نقفل الرقبة شوية. وصلت معاكم اهو لكورنر الرقبة، بحاول اقرب علشان تبقوا شايفين ده الكورنر اهو، دي فتحة الرقبة وده الصدر اللي هو اللي على الصدر اهي، ده الكورنر اللي بينهم هما الاتنين. هنعمل ايه؟ هنفضل برضو ماشيين في كل غرزة غرزة حشو لحد ما نوصل اهو للكورنر هنا، هعمل فيه غرزة حشو عادي جدا، وبعد كده هيقابلني فراغ هروح جاية عاملة فيه غرزة عمود اهو، وبعدين هيقابلني اول فراغ في المربع اللي كنا سايبينه على الصدر، اللي هو الكورنر اللي كنا كورنر المربع اللي كان على الصدر اهو، ده كده المربع اللي بيبقى على الصدر، في هنا كورنر في المربع وهنا كورنر، هنشوف هنعمل فيهم ايه اهو. هنعمل سلسلة وهندخل في الكورنر ده وهنعمل 3 عمدان زي ما كنا شغالين بالظبط الغرزة. خلاص ادي عمود، العمود التاني، العمود التالت، سلسلة اللي هي بين في كل فراغ وفراغ اللي فوق ال3 عمدان اللي تحتها، هنعمل في الفراغ اللي بعده 3 عمدان، سلسلة فوق ال3 عمدان دول، وفي الفراغ اللي بعده 3 عمدان، بالظبط كأننا بنشتغل سطر جديد في المربع. انا بس بطول الجزء ده، بكبر المربع من هنا من على الصدر علشان اقفل فتحة الصدر شوية، فهشتغل نفس الغرزة فوق المربع اهو. بحاول اخلي التصوير واضح على قد ما اقدر والله، بس المشكلة ان الكاميرا مش جايبة اكتر من كده. خلاص اهو، تلاتة وسلسلة، وفي الفراغ الاخير اهو في المربع هعمل 3 عمدان اهو. انا بحاول بس اوضح لكم، احنا مشينا كده 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 غرز حشو، واول ما وصلت هنا عملت غرزة عمود واحدة، وبعد كده عملت سلسلة، وفي اول فراغ في المربع اللي هو في الصدر عملت 3 عمدان سلسلة، 3 عمدان سلسلة، في كل فراغ 3 عمدان وبينهم سلسلة اهو. ده الشكل نفس شكل المربع بالظبط، انا ما غيرتش اي حاجة. تمام، انا وصلت هنا خلاص للكورنر الاخير، هنا هبدأ اعمل السلسلة زي ما بدأت بسلسلة وعمود، هبدأ برضو هنهي برضو بسلسلة، وهدخل في الفراغ اللي هو في اول فراغ في المربع اللي جنبه، وهعمل عمود، وبعد كده همشي غرز حشو زي ما كنت ماشية بالظبط في كل سلسلة. في كل غرزة هعمل فيها غرزة حشو اهو، وفي الفراغ هعمل غرزة حشو، وهفضل ماشية لحد ما اوصل للمنطقة اللي وصلت عند فيها الخيط في الرقبة. انا كده مشيت اهو، انا وصلت الخيط هنا، فضلت ماشيه غرز حشو، عملت هنا غرزه عمود، وبعد كده مشيت سلسله تلات عمدان، سلسله 3 عمود، سلسله 3 عمود لحد هنا سلسله وعمود، وبعد كده مشيت كمان غرز حشو على الرقبه كلها لحد ما وصلت للمكان اللي انا كنت واصله فيه الخيط. انا دلوقتي عاوزه اكتفي هنا برضو، تمام شغال وزي الفل. طيب لو انا عاوزه اعمل برواز
برواز بقى للرقبة اكبر، خلاص مفيش مشكلة، هتكملي معايا. احنا هنطلع بسلسلة ارتفاع، وبعد كده هنشتغل غرز حشو ولكن في الطرف الخلفي من حرف الفي اهو. في حرف الفي ليه طرفين اهو، ادي طرف وادي طرف اهو، ادي طرف وادي طرف. انا هشتغل في الطرف اللي ورا، هعمل فيه غرزة حشو، وهفضل ماشية غرز حشو في الطرف الخلفي من حرف الفي اهو، لحد ما اوصل لنفس المكان هنا تاني وهرجع لكم. وصلت لاخر غرزتين قبل سلسلة الارتفاع اللي ابتديت بيها السطر كله اهو. عادي هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية من حرف الفي في الغرزتين اللي باقيين، وبعدين هروح للسلسلة اللي عملت فيها اول غرزة. تقدروا تعلموها لو هتوه منكم. هعمل فيها غرزة منزلقة وهقفل كده السطر، وخلاص هقطع الخيط لو انا وصلت لعرض المرد اللي انا محتاجاه، او لعرض البرواز اللي انا محتاجاه للرقبة. طيب انا محتاجة البرواز يبقى اتخن من كده شوية، عادي هطلع سلسلة وهفضل اطلع بدوار غرز حشو فوق في الحرف الخلفي لحرف الفي، او في الطرف الخلفي لحرف الفي، لحد ما اوصل لعرض البرواز او برواز الرقبة اللي انا محتاجاه. انا بالنسبة لي كده تمام، برواز الرقبة كده بالنسبة لي كفاية قوي. فهبدأ اعمل السلسلة بتاعتي اللي بقفل بيها، وهقص الخيط وهسيب جزء من الخيط كده علشان التنظيف اهو. هنضف الخيط دوت بنفس الطريقة من على الظهر طبعا، وكده هيبقى فتحة الرقبة بالنسبة لي مناسبة جدا اهي. ده شكل برواز الرقبة، اتمنى يكون ظاهر اهو. كده انا خلاص هنضف الخيط ده، ومش هيبقى فاضل لي غير ان انا ابدا اعمل في البرواز اللي من تحت او الاستك. خلينا نشوف هنعمله ازاي. هجيب الخيط بتاعي وهبدأ. طبعا لو عايزين تعملوا الاستك او القمر من تحت او البرواز باللون الاحمر او بالاخضر مفيش اي مشكلة، بس انا الحقيقة هعمله بنفس اللون الاسود، وهعمل برواز رفيع، مش هعمل برواز تخين. يعني انا مش هعمل استك تخين، انا هعمل برواز رفيع جدا. هاجي هنا كده في الجنب وهروح جاية سحبة الخيط بتاعي، ونفس اللي عملته في الرقبة هفضل ماشية اعمله في القمر من تحت اللي هو ايه. هطلع بسلسلة كده وهاخد خيط البداية معايا عشان اشتغل عليه، وهفضل ماشية في الطرف الخلفي من حرف الفي. هعمل غرز حشو اهو، ما فيش جديد، يعني هي كلها غرز حشو عشان انا عاوزة اعمل نفس البرواز بتاع فتحة الرقبة من فوق. فمش عايزاه كمان يبقى ملموم، استك ملموم، لان الموديل دوت بصراحة بيبقى يعني واسع من تحت عادي مش ملموم. بس لو عايزة تعملي استك، يعني انا في فيديوهات كتير في القناة كنا عاملين فيها استك من تحت، تقدري ترجعي لها هتعمليه ان شاء الله بمنتهى السهولة. هفضل ماشية كده غرز حشو في الطرف الخلفي من حرف الفي. بصوا بدأ الخط يبان. هفضل ماشية عدد سطور، هقفل هنا بمنزلقة وهطلع بسلسلة ارتفاع، وهبدأ اعمل تاني، وهعمل عدد سطور لحد ما اوصل لعرض البرواز اللي انا محتاجاه، وهرجع لكم تاني. انا كده وصلت خلاص، انا عملت 3 سطور بس، وكده انا حاسه ان هو نفس سمك البرواز الرقبه، وده بالنسبه لي يعني هو ده تمام مرضي جدا. انا كده وصلت خلاص للسلسله اللي كنت عاملاها ارتفاع، هبدا اعمل فيها منزلقه وارتفع بالسلسله عشان اقفل الشغل. هسيب جزء من الخيط كده علشان التنظيف برضو ما يبانش، وهنبدا ننظف الخيط دوت طبعا على الظهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة ونهاية موديل النهاردة. الموديل ده أخد مني 4 بكرات من الخيط الأسود. يعني أنا مش هقول الأحمر والأخضر أخد كام، لأنه هو لا يتعدى 50 جرام يعني، فهو بواقي خيوط. والحلو في الموديل ده إن احنا ممكن نعمل كل مربع من لون، ونعمل كل وردة لون عادي جدا مفيش أي مشاكل، ونستفيد ببواقي الخيوط الموجودة عندنا. وده
احسن حاجة في الموديل ده الحقيقة، ان احنا بنستفيد بيه يعني من بواقي الخيوط الموجودة عندنا. طول التوب بتاعي 65 سنتي من عند الكتف لحد اخر طول التوب. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، اتمنى يكون موديل النهارده عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو نضغط على لايك، وتكتبوا لي في التعليقات يا ترى الشرح واضح ولا لا، او في حاجه محتاجه توضيح. ويا ريت كمان تكتبوا لي في التعليقات اي افكار محتاجين ان احنا ننفذها مع بعض الفتره اللي جايه. كمان الناس اللي لسه ما عملتش اشتراك، يا ريت نعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه ونفعل الجرس على الكل عشان يوصلنا اشعار بالفيديو الجديد، وتقدروا تشوفوني في فيديوهات تانية كتير مع موديلات تانية ترندي كتير. شكرا لحضراتكم.